Attention please. اوعى تفكر عند دكتور الأسنان تحشي ضرسك حشوة سودا. تعال أقول لكم ليه. السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده رابع حلقاتنا. اوعوا تكونوا ما شفتوش الحلقات اللي قبل كده على اليوتيوب، فيهم معلومات مهمة جدا، صدقوني هتستفادوا منها كتير. موضوعنا النهارده عن أنواع الحشوات. لو ضرسك سوس أو اتكسر، وكذلك لو سنة أمامية، لما بتروح لدكتور الأسنان بنعمل لك إيه وإزاي بنعالجهم؟ أنواع الحشوات بيتقسموا النوعين على حسب الضرر الواقع على الأسنان، يا بيبقوا حشوات مباشرة يا بيبقوا حشوات غير مباشرة. المباشرة يعني لما بتيجي لدكتور الأسنان بيخلص لك الحشوة بنفسه بدون تدخل من المعمل أو أخذ أي مقاسات، وده لما بيكون الضرس مجرد التسوس اللي فيه بسيط وما تدمرش منه أكتر من نصه، فبنضمن لما نحط الحشوة إن تحتها جزء كبير من الضرس شايلها فتعيش أكتر وتستحمل الأكل عليها أكتر. والنوع التاني وهي الحشوات الغير مباشرة، ومن اللي قلته نستنتج إن دي بتحتاج تدخل معمل وأخذ مقاسات، وسبب إننا نلجأ ليها لحشو ضرس إن جزء كبير من الضرس بيكون اتدمر بسبب التسوس، فبالتالي بنحتاج مادة قوية مصنوعة بأجهزة بتتعمل في المعمل استنادا على المقاس اللي احنا خدناه للضرس، وده بعد إزالة التسوس وتجهيزه للمقاس ده. واشرح لكم بالتفصيل الفرق ما بينهم في حالة أنا اشتغلتها. الضرسين اللي جنب بعض دول، الضرس اللي متشاور عليه بالأزرق ده محتاج حشوة مباشرة، والضرس اللي أنا مشاورة عليه بالأخضر كان متدمر جزء منه كبير بسبب التسوس، ده بعد ما اتشال التسوس وتجهز لأخذ المقاس. فبناخد مقاس زي ده بالظبط، وبيجي من المعمل بعد ما بيكون صب المقاس بالمنظر ده، فبناخد الحشوة الغير مباشرة دي وبلزق قوي جدا بنلزقها بحيث ان احنا نرجع الضرس لشكله الطبيعي تاني. فده المنظر قبل وبعد. الضرس اللي متشاور عليه بالازرق بعد الحشوه المباشره، والضرس اللي متشاور عليه بالاخضر بعد الحشوه الغير مباشره. والاجهزه اللي في المعمل وفني المعمل بيقدروا كمان يعملوا التركيبات. لا 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 لا، موضوعنا المره دي عن الحشوات. التركيبات دي في حلقه جايه ان شاء الله. تعالوا بقى أخدكم في جولة صغيرة أقول لكم إزاي بنشيل التسوس وليه حذرت من الحشوة السوداء. إحنا بنشيل التسوس تحت تأثير البنج الموضعي لتجنب الشعور بالألم أو أي حساسية، وبنستخدم أداة صغيرة متركبة على موتور بيطلع هواء ومية. الأداة الصغيرة دي بتحتك بطبقات التسوس المتدمرة وتشيلها، والمية بتساعد كمان في كده، وكمان بتقلل الحساسية وبترطب نتيجة الاحتكاك ده لحد ما نوصل لطبقة نظيفة خالية من التسوس ماسكة نفسها نقدر نحط الحشوة عليها. في أوائل القرن الثاني كان الشائع استخدام الذهب في حشو الأسنان استناداً على تاريخ القدماء المصريين والإغريق. بعد كده في أواخر القرن التاسع عشر اكتشفوا إن ممكن نجمع معادن تانية زي النحاس، القصدير، الزنك والفضة، وندمج معاهم بقى شوية زئبق، ده هيبقى أرخص للناس كحشوة من الذهب وكمان سهل في وضعه. سميت بالحشوة السوداء أو الفضية أو الاسم العلمي الأمالجم، وبقت شائعة جدا لسهولة استخدامها والرخص تمنها. بعد انتشارها من حوالي 15 سنة الجمعية الأمريكية لطب وجراحة الأسنان حذروا من استخدامها لاحتوائها على الزئبق، واللي زي ما احنا عارفين يعتبر مادة سامة، ونصحوا إن نرجع تاني للذهب في وقتها. بس بعد إيه؟ ما خلاص بقى الحشوة السوداء انتشرت وسهلة جدا والناس استرخصتها، وحتى كمان الدكاترة استسهلوها واسترخصوها، لحد دراسات اتعملت سنة 1984 لقوا فيها احتمالية إن نسبة زئبق ممكن تتخزن وتتواجد في الكلى والدماغ بسبب فرط استخدام الحشوة السوداء. وكمان في نفس السنة جامعة كندية الله يبارك لها عملت دراسة لقت إن في نسبة زئبق ممكن تكون متواجدة ومختلطة بالأغشية الدموية للنساء الحوامل، وبكده تتنقل للطفل المسكين اللي هي حامل فيه في خلال أيام من وضع الحشوة للأم. وعشان كده في سنة 1991 اتمنع تماما استخدام الحشوة السوداء للنساء الحوامل. وفي سنة 2009 جامعة كندية برضو عملت الدراسة الناهية في الموضوع ده، لأنهم وجدوا إن 95% من الزئبق اللي في
الحشوة السوداء مع مرور الوقت ممكن ينتشر في الجسم ويتخزن في الكبد والدماغ، بالذات للناس اللي عندهم مشاكل تمنع بإن الجسم يتخلص بشكل طبيعي من نسبة الزئبق دي. انتوا متخيلين؟ عشان كده ولحد سنة 2020 ابتدت كل المنظمات، منظمة الصحة العالمية، الجمعية الأمريكية لطب وجراحة الفم والأسنان، والمنظمة المتحدة للأسنان حذروا من كثرة استخدام الحشوة السوداء لما تحتويه من زئبق لأضراره على الإنسان والبيئة. هو إيه علاقة البيئة؟ ما هي الحشوة السوداء بتيجي على هيئة كبسولة، لمجرد ما نخلط الزئبق اللي فيها بالمعادن تنشف وتتصلب في خلال ربع ساعة، فبناخد الجزء اللي بيكفي الحشو الضرس والباقي بيترمي ونلاقي زئبق حوالينا كده في البيئة عادي. بجانب الأضرار دي فهي ليها عيوب تانية. الحشوة السوداء ما بتعتمدش على اللزق، بتعتمد على الكبس والضغط، فبتتوزع في الحفرة اللي عملناها بعد ما نضفنا التسوس. ولازم عشان تمسك نفسها بالضغط ده نكون عاملين على الأقل 2 ملي عرض وعمق في الضرس، فبنشيل جزء كبير من الضرس وطبقة المينا حتى لو جزء سليم عشان نحطها، لأنها لو اتحطت بس في الجزء البسيط من التسوس ما ضمنلكش تمسك نفسها. وكمان مع الوقت المعادن اللي فيها بتتمدد باختلاف درجة حرارة الفم، فناس كتير تيجي بعد فترة تلاقي الحشوة السوداء انكسرت أو بسبب التمدد ضغط على جزء من الضرس وكسرته معاها. غير كده كمان بتصبغ الأسنان، ولو قريبة من اللثة فبتصبغها هي كمان، بتعمل حساسية للناس اللي عندهم حساسية من المعادن، وبتعمل كمان إحساس طعم معدني بالذات مع السخن. طيب إيه البديل؟ في فترة الستينيات كان أول ظهور للحشوة البيضاء كبديل، وفي منها نوعين، التجميلية واسمها العلمي كومبوزيت، ودي مصنوعة من مواد كيميائية زي السيليكا والكريستال الزجاجي ومواد وعناصر تانية كتير بتساعد في تقريب شكلها لشكل الضرس أو السنة، وبتيجي بكذا درجة بنختارها على حسب لون الأسنان. مميزاتها بقى إنها بتعتمد على اللزق، نستخدم حمض معين بعد تنظيف التسوس بيفتح مسام طبقة المينا وبنزيله بعد 15 ثانية، فلما نيجي نحط لزق معين عليها ونحط الحشوة بتندمج مع طبقات الضرس أو السنة الطبيعي كأنهم حاجة واحدة، ويرجع الضرس كأن لم يكن. بس من عيوبها، ما هو مفيش حاجة إلا وليها عيوب برضه، إنها لو تعرضت لأي نسبة رطوبة أثناء وضعها ده بيبوظ اللزق. عشان كده حديثا بقينا بنستخدم ورقة مطاطية لعزل الضرس أو السنة المراد حشوها من الرطوبة واللعاب المحيط بينا وإحنا بنحشي الضرس. من عيوب الورقة المطاطية إنها متعبة في إنها بتخليك فاتح بقك فترة طويلة، بس معلش استحملوها وبلاش تقولوا نشتغل من غيرها، لأن ده صعب وحرام، عشان إحنا ما بنضمنش دخول المية والرطوبة للحشوة البيضاء واحنا شغالين. تاني عيوبها بقى انها بتاخد وقت في وضعها، لان فيها كذا خطوة بتتعمل قبل وضعها، وكمان بنحط الحشوة طبقة طبقة مش مرة واحدة، وبين كل طبقة وطبقة بنقعد نرسم فيها ونخليها تتأقلم وتندمج مع طبقات الضرس قبل التسوس، وبنعرض كل طبقة لأشعة فوق بنفسجية لمدة 30 ل 40 ثانية. ثالث عيوبها بقى إن لونها ممكن يغير مع الوقت، فعشان نتمادى ده أو يحصل على المدى البعيد بنحافظ على نظافة الفم والأسنان كويس، ونقلل من الحاجات اللي فيها مسبغات زي البيبسي، القهوة والتدخين، لأن كل ده بيساعد إنه يغير لون الحشوة بسرعة، وده بيبقى ملحوظ ومزعج طبعا في الأسنان الأمامية. والنوع التاني من الحشوات البيضاء اسمه العلمي جلاس ايونيمر، من مميزاته إنه مفيد جدا للناس اللي نسبة انتشار التسوس عندها عالية جدا لاحتوائها على مادة الفلورايد اللي بتطلقها على الأسنان لمجرد ما تتحشي بيها، وكمان أثناء وضعها ما بتتأثرش بالرطوبة زي الحشوة التجميلية لأنها ما بتعتمدش على اللزق. وفي منها اللي ممكن ينشف باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، وفي منها اللي بينشف من غيرها، وكمان ما بتستهلكش وقت لأن ما بنحطهاش طبقة طبقة، وكمان هي أرخص من الحشوة التجميلية. بس عيوبها إنها زي ما قلت ما بتعتمدش على اللزق، يعني عمرها مش طويل، ممكن تستخدم في الأطفال بالذات في أسنانهم الخلفية لأنهم ما بيستحملوش الوقت اللي بتاخدها الحشوة التجميلية، وبنستخدم معاهم الحشوة التجميلية في حالة واحدة بس لو في الأسنان الأمامية. تاني حاجة إن درجة اندماجها ولونها مع السن أو الضرس الطبيعي أوحش بكتير من الحشوة التجميلية، وكده ممكن نستخدمها كمان كحشوة مؤقتة بعد علاج العصب لحين التركيب عليه. وحشوة الجلاس ايونيمر ممكن تنفع في الأسنان الأمامية في حالة واحدة بس، إننا مش عارفين نعزل باستخدام الورقة المطاطية لقربها جدا من اللثة، خصوصا لو تسوس جذور، فبتكون قريبة من اللعاب وما بنقدرش نسيطر على الرطوبة، فساعتها بتكون الحشوة المثالية، بس بنفنشها كويس عشان يبقى شكلها حلو. فدلوقتي قولوا
قولولي تحبوا تعملوا ايه. تعملوا حشوة سودة شكلها وحش واخدة جزء كبير من الضرس وممكن تتكسر وتغير لون الضرس وتكسر منه كمان بعد مرور الوقت، ولا تحشي حشوة بيضة ترجع منظر الضرس زي ما كان وشكلها حلو، لما تفتح بقك او تبتسم يبان ولا كأنك حاطط حشوة. وان كنتم اصلا عاملين حشوات سودة فأنصحكم بزيارة أقرب دكتور أسنان للاطمئنان عليهم إن مفيش تحتهم أي تسوس أو مكسورين أو إن مفيش حتة منهم ضغط على اللثة، أو لو مضايقاكم في المنظر والابتسامة فأنصح بتغييرهم ضروري بحشوة بيضة مع عزل الضرس كويس بالورقة المطاطية قبل ما نشيلها علشان نعزل باقي الفم ومجرى البلع من مادة الزئبق. ومعلش نستحمل إن احنا نكمل بالعزل ده أثناء وضع الحشوة البيضة عشان تنجح وتعيش معانا. فنصيحة مني ابدأ بعلاج أسنانك صح وبدري عشان تبقى وبس كده. لو عجبتكم الحلقة يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لو بتتابعوني من اليوتيوب، وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد أول بأول. ولو بتتابعوني من فيسبوك انستجرام أو تيك توك يا ريت تعملوا لايك وفولو. ولو عندكم أي أسئلة أو أي استفسارات يا ريت تبعتوها لي أو تسيبوا كومنت وهرد عليكم أول بأول إن شاء الله. ونختتم بحمد الله والسلام عليكم.